اول ما صحيت من النوم طلعت البلكونه، لقيت الدنيا بتشي والجو مغيم كده، فكنت مبسوطه قوي. ان الشتاء رجع لنا تاني. بجد بجد انا بعشق الشتاء. يعني الواحد بيحس بالدفى كده، حاجه جميله قوي. انا عارفه ان الناس اللي مش بتحب الشتاء هيزعلوا مني دلوقتي، بس بجد بجد انا بعشقه. اول ما قمت من النوم قررت بقى ان انا اعمل قرص طريه علشان افطر بيها انا والاولاد، وكمان يعني هتنفعني ان انا لو مكسله اعمل لهم سندوتشات، ممكن احط لهم قرصتين كده هو طريين، او ممكن يفطروا بيها قبل ما ينزلوا المدرسه. جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده، طلعت روعه 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 بجد، طعمها جميله قوي. انا عملت القرص دي بالشمر. ريحتها زي ما انتوا شايفين كده، هشه وجميله، كلها لبابة كده يعني، لذيذة جدا. الشمر كمان كان عامل شغل جامد قوي، وكان مفوح كده. القرص، ريحة القرص كانت جميلة قوي. ويعني ما اقولكمش، وانا يعني بخبز القرص، كان الريحة مغرقة الدنيا. قلت بقى افطر بقى. اول ما خلصتها رحت عملت كوباية شاي حلوة كده بالنعناع، وطلعت القرص الجميلة اللي انا عملتها، وقعدت افطر بقى. كان فطار لذيذ لذيذ لذيذ، وخصوصا بقى مع كوباية الشاي بالنعناع الاخضر، حاجة كده روقان روقان. يعني يعدل يومك من اول اليوم كده، الواحد يبقى ناشط كده، ويعني فرحان وسعيد ان هو ممكن يكمل اليوم بسعادة ونشاط. يلا نسمي الله وندخل نشوف الطريقة ونعرف المقادير. بس قبل كل شيء ما تنسوش تفعلوا لي الجرس، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة. يلا نسمي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، انا هنا معايا كيلو دقيق نخلتهم كويس قوي. المقادير الجافة كلها. المقادير الجافة عبارة عن نص كوباية شمر زي ما انتوا شايفين كده. انا جرشتهم، عطيتهم ضربة كده في الخلاط، وبعد كده زي ما انتوا شايفين يعني نص ناعمة كده، يعني خليتها ما خليتهوش ناعم قوي، لا يعني عطيته جرشة كده. ومعايا هنا خميرة، ومعايا هنا كيس بيكنج باودر برضو ضفتهم على الدقيق. البيكنج باودر هنا مع الخميرة بيدي للعجينة كده، العجينة بتبقى هشة وجميلة وحلوة قوي. حطيت هنا نص معلقة فانيليا، وحطيت نص كوباية سكر، وهنا حطيت نص معلقة ملح. مقادير تاني: نص كوباية شمر، نص كوباية سكر، بيكنج باودر، خميرة، نص معلقة فانيليا، حطيت نص معلقة ملح كبيرة، أو معلقة صغيرة ملح. ضفت هنا كان عندي وش اللبن، أنا يعني محوشاه، عملته حللته بكوباية لبن كده، وبعد كده نزلت بيها على الدقيق، وضفت نص كوباية زيت. يبقى نص كوباية الزيت عليهم وش اللبن. وش اللبن عبارة عن كوباية قشطة، يعني كوباية قشطة اللي أنا حوشتها من اللبن. فكيتها كده بنص كوباية لبن، وبعد كده نزلت بيها على الدقيق. القرص دي جميلة جدا، جربوها بجد بجد. هتعجبكم جدا، الطعم لذيذ قوي. الشمر ده ليه فوائد جميلة جدا، وادخلوا ابحثوا عن الشمر، بجد بجد جميل جدا، فوائده عظيمة. في ناس مش بتحب يعني، مش بتعرف يعني الفوائد بتاعت الشمر ايه. فانا بقول لكم خشوا ابحثوا عن الشمر، والشمر ده جميل جدا. انا هنا ضفت كوباية مية، وبعد كده حطيت زي معلقة خل عشان العجينة تنفش كده، وحطيت بيضة. البيضة هنا انا حطيتها عشان خاطر تعدل لي يعني ايه النظام الغذائي بتاع القرص، تديها قيمة غذائية عالية، وتعلي البروتين يعني في القرص. مش عايزين تضيفوها مفيش اي مشكلة، بس بجد بجد هتفرق كتير قوي. بعد كده عجنتها كويس قوي،
وخليتها خليت العجينة يعني ايه جوسي كده، ما خليتهاش ماسكة. يعني معظم الناس لما بتعمل القرص بتبقى العجينة ناشفة. لأ، كل ما العجينة بتبقى جوسي كده طرية، كل ما بتبقى لما تيجوا تخبزوها بتبقى طرية في ايديكم، وبتبقى كلها لبابة، وبتبقى جميلة قوي قوي. ما بتنشفش معاكم حتى لما تيجوا تخبزوها في الفرن، ما تنشفش معاكم، بالعكس بتبقى طرية جدا جدا. زي ما أنتم شايفين كده أنا باحاول بقى أقرّصها. يعني براحتكم، ممكن تعملوا قُرَص كبيرة، ممكن تعملوها كورات صغيّرة كده. الحجم اللي أنتم عايزينه ممكن، يعني الحجم ده في إيديكم أنتم. أنا عملتها لا كبيرة أوي ولا صغيّرة أوي، عملتها وسط، جِبت الصاج بتاعي ال اللي يعني هاخبزه فيه، وبعدين قرّصت زي ما أنتم شايفين القُرَص كده، وفردتها بصوابعي. يعني اضغطوا عليها ضغطة كده بسيطة، مش لازم تفردوها أوي عشان ما تنشفش منكم. زي ما قُلت لكم القُرَص إحنا عايزين قُرَص فيها البابة، نيجوا نمسك القُرَص كده تبقى جميلة. ودي كانت النتيجة. باتمنى ليكم الخير يا رب، وباتمنى تجربوها بجد، بجد هتعجبكم جدًا، وكلها مقادير من البيت إن شاء الله هتبقى موجودة متوافرة. ما تكتروش المادة الدهنية عشان ما تنشفش منكم القرص. تحياتي ليكم، كانت معاكم عبير العمراوي، والسلام عليكم.